ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. خميره الفايش الصعيدي. ازاي تعملي خميره فايش صعيدي بالسمسم واللبن وتكون حلوه وخفيفه، وكمان ازاي تضمني انها تبقى هشه، وكمان تخمر لك العجينه عندك، وازاي تعرفي اذا كانت كويسه ولا لا، وهتخمر ولا لا، والطريقه بتاعتها وكل تفاصيلها. اول حاجه عندي هجيب لبن. هنجيب كده لبن اللي هنعمل بيه. انا هعمل 5 كيلو. انا عملت الفيديو، بصوا الفيديو النهارده عن الخميره بس. انا عملت فيديو كامل نزلته، عباره عن الفايش الصعيدي، خميره وطريقه العجين والمقادير وكل حاجه. النهارده هنتكلم بالتفصيل عن الخميره بس. بص، الخميره انا بعملها بسمسم. ده السمسم المحمص ده بستخدمه في العجين، وده السمسم الني هو اللي بستخدمه في الخميره. انا بحس ان السمسم الني بيدي خمر حلو شويه للفايش اكتر من السمسم المحمص. وكمان لما بيبقى متكسر كده بيدي كمان خمر اكتر. بحس ان السمسم لما اتكسر خلى اللبن يخمر ويتفاعل ويختمر كويس. طيب، هو ليه بنحط السمسم على لبن او لبن على السمسم؟ احنا الخميره دي بناخدها ايه؟ هي ما فيهاش خميره فوريه ولا خميره بيره ولا اي حاجه، هي عباره عن سمسم ولبن. بنجيب كوبايه من اللبن يكون مغلي، لازم تغلي اللبن كويس جدا، وهنحط عليه معلقتين من السمسم، ندقه كده او نطحنه في الكبه كده شويه، مش ناعم قوي، لا، المهم ان السمسميه عندك تتفتح علشان تتفاعل مع اللبن وتخلي اللبن يختمر. طبعا دي كلها حاجات بتختمر. ممكن تعمليها بحمص، اللي هو الحمص المجوهر، اللي هو الحمص اللي بناكله زي السوداني. ممكن تعمليها فول، ممكن تعمليها بكذا طريقة. انا بحب اكتر حاجة بتبقى ريحتها مقبولة وبتبقى حلوة كده وخفيفة وحلوة اللي هي السمسم. هنحط كده السمسم. اللبن لازم يكون سخن، ممكن يكون تغليه وبعد كده تستني البخار بس يطلع منه، انما ما يبردش، لازم يكون سخن. وتحطيه على السمسم، معلقتين من السمسم وعليهم كوباية من اللبن، او ممكن تزودي سمسم براحتك خالص. اهم حاجه بصوا، هي مش هتخمر ولا تعلى، لا، كل اللي هيحصل ان هي اللبن هيفصل، هتلاقي كده ميه لوحدها والسمسم واللبن فصل لوحده. يعني ايه؟ زي حاجه كده ايه، فصلت كده، هتلاقي فيه شويه كده ميه من تحت، وهتلاقي سمسم كده من فوق عايم، يبقى هي كده اشتغلت. هوريها لكم. طيب، ايه الوقت بتاعها؟ بتخمر في قد ايه وازاي؟ الوقت بتاعها ان هي بتاخد 12 ساعة في الصيف، ولو الجو بارد شوية بتاخد اكتر، ولو الدنيا شتاء ممكن تاخد 20 ساعة. يعني ايه 10؟ يعني ايه 12 ساعة او 20 ساعة؟ إيه الكلام ده؟ يعني انت مثلا هتعملي فايش، انا نسيت ما اقولكم في الفيديو اللي فات امتى تعمليها علشان الوقت بتاعك يبقى مظبوط. تعمليها مثلا، انا عملتها الساعة 10 الصبح، هتخمر معاكي الساعة 10 بالليل، تمام؟ علشان لسه في خطوات تاني هتعمليها. فانت عشان تعجني تلحقي الشمس الصبح للعجين بتاعك، لازم تعملي الخميرة الصبح الساعة 10 الساعة 11، تمام؟ عشان تاخد معاكي ال 12 ساعة. ده الكلام ده في الصيف، هتاخد معاكي اكتر لو الجو برد. بصوا اهي انا عملتها. اهم حاجة ان انت بعد ما تعمليها هتحطيها في برطمان كده وهتقفلي عليها. بصوا انا لسه عاملاها اهو. هجيب بقى قماشه وهتغطي البرطمان اللي انت عملتيه ده، وهتحطيه كمان يا ريت لو جوه علبه او حله. انا هحطه جوه علبه بتاعه السمنه. انا هنا كانت العلبه مش على قد البرطمانه عاليه شويه ومش راضيه تقفل، رحت جبت برطمانه اعلى وغلفتها بستريتش لان ما كانش ليها غطا. شايفين البرطمانه التانية اللي كنت احطها؟ كانت البرطمانه عاليه عليها. لازم تكون حاجه تكفي معاكي البرطمانه عشان تدفيها كويس. وكمان العلبه اللي هنحط فيها هدفيها، او الحله تغطيها او تدفيها، تحطي لها بطانيه، تحطي لها فوطه قماشه، اي حاجه. يعني انا لو غطيتها ببطانيه كانت هتبقى متدفيه اكتر من كده، هتطلع معايا بسرعه جدا. طيب، هتاخد معانا وقت قد ايه؟ مش هتاخد اقل من 12 ساعة، لازم 12 ساعة. طيب، انا هنا بصوا حطيتها في في ضرفة في المطبخ وغطيت عليها. دلوقتي انا هنا بعد 6 ساعات هفتح عليها. ليه؟ عشان اوريكم ان هي في ناس اصلي بتجيب الخميرة بتعملها، وبعد ما بتعملها بتقول لا ده 6 ساعات كتير قوي، لا دي قاعدة زي ما هي، يبقى هي كده باظت، وتروح ترميها وما تبقاش عارفة ان الخميرة لسه ما خدتش وقتها. بصوا لسه ولا فصلت ولا اي حاجة. بصوا ده بعد 6 ساعات يا دوب، يعني حاجات بسيطة جدا، تمام؟ يعني مفيش اي ملامح. بصوا زي ما هي، يعتبر اللبن بس يعتبر جبن كده شوية، حاجة بسيطة خالص.
لسه الوقت بتاعها ما خدتش وقتها الكافي. تمام، هنسيبها ونغطيها، لازم تاخد 12 ساعة. تمام، ممكن تفتحي عليها بعد 10 ساعات هتلاقيها برضو بنفس المنظر. ممكن تخمر معاكي في اخر ساعة من ال 12 ساعة. ممكن تخمر معاكي لو الجو حاسة ان الجو بارد، يعني لو الصيف الدنيا صيف قوي وبعد 12 ساعة ما خمرتش معاكي يبقى هي كده مش هتخمر معاكي. لكن لو انت حاسة ان الجو بارد شوية وعدت ال 12 ساعة وما خمرتش، لا يبقى هي كده لسه محتاجة وقت تاني. عادي جدا، يعني عادي جدا ان انت تزودي على 12 ساعة. لكن في الصيف اللي هو الجو حر جدا ده، لا ما تزوديش عن 12 ساعة. 12 ساعة 13 ساعة 14 ساعة بالكتير قوي. ما لقيتيها زي ما هي وما خمرتش يبقى لا. بصوا هنا دي بعد انا فتحت عليها كمان بعد 10 ساعات لقيتها اللي هو يدوب برضو حاجات بسيطة. بصوا هنا بعد 12 ساعة شايفين يدوب فصلت برضو حاجات بسيطة. لسه هتشوفوا الفصلان كويس. هي كده بدأت تشتغل معايا كده 12 ساعة. طبعا انا قلت لكم من الاول على حسب الجو. انا في اليوم ده الجو كان مش حر قوي، بس بصوا في مبادئ ان هي ايه بتفصل من تحت فاصله شويه ومن فوق لسه. هسيبها كمان ساعه او ساعتين على حسب الجو. طبعا انا عندي الجو برد شويه فهسيبها كمان ساعتين وهشوف الدنيا فيها ايه. اهم حاجه ما تعجنيش على الخميره وانتي مش ضامنه هي خمرت ولا لا. لما تشوفي الخميره خمرت كويس جدا تبدأي في العجين عشان ما تبوظيش باقي المكونات. هغطيها وهعملها نفس الموضوع وهحطها في العلبة تاني واقفل عليها كويس جدا وارجعها تاني في ضرفة المطبخ وهسيبها ساعتين 2 تاني. هسيبها ساعتين كويسين جدا جدا. هشوف بقى خمرت هكمل باقي الخطوات، ما خمرتش يبقى لا، يبقى كده الخميرة بتاعتي دي ايه مش شغالة. انا سبتها ساعتين 2 زيادة على ال 12 ساعة علشان الجو برد. لكن لو الجو حر جدا هي 12 ساعة ما تكتريش. ممكن لو انت مش متأكدة تسيبيها ساعة ساعتين تاني وبس. ما خليتيهاش خمرت يبقى خلاص. بصوا هي كده كانت خمرت وبقت زي الفل، لان هي كده خلاص فصلت السمسم عن المية واللبن. كلهم فصلوا وبقوا بالشكل ده. بصوا هتفتحي عليها هتلاقي الريحة بتاعتها. طبعا هي بيبقى ليها ريحة مميزة، بس السمسم اخف حاجة في الروايح. يعني في ناس ما بتحبش الفاش عشان خاطر الريحة بتاعته. اعمليها بخميرة السمسم هتلاقيها كويسة وريحتها مقبولة ومش هتقلب الدنيا ولا اي حاجة. طيب الخميرة بتاعتنا خمرت، هنعمل ايه علشان زيادة تأكيد تاني؟ هنروح نعمل ايه؟ مش هناخدها بقى ونعجن عليها الخميرة على طول، لا. كل اللي احنا هنعمله هنحط لها معلقتين 2 دقيق. بصوا هتبقى عجينة كده سايلة علشان بس حاجة تربط السمسم والمية بتاعت اللبن، تربطهم كده بس ببعض علشان نتأكد بس من ان الخميرة بتاعتنا شغالة، ان اللبن بتاعنا والسمسم خميرة كويسة وشغالة وهترفع معانا العجين. كل دي حاجات بنعملها عشان نتأكد، علشان الفايش بيبقى فيه سمنة وبيبقى فيه لبن وبيبقى فيه مكونات، وعلشان ما تضايقيش. لان هو الناس بتقول ان هو صعب علشان بسبب الحاجات دي، بتفتكر ان الخميرة شغالة وللأسف بتكون مش شغالة. هنعمل بقى الخطوات دي وبعد كده هنسيبها لمدة ساعتين 2 بس. خمرت وارتفعت يبقى كده الخميرة شغالة. نكمل باقي الخطوات. طيب هنشوفها دلوقتي اهو عدت الساعتين. بصوا بقى بقت عاملة زي الفقاعات كده، وكده هي خلاص خمرانة وعليت. شايفين عليت ازاي؟ بصوا هي كانت معلقتين 2 كده مع السمسم واللبن، كانت واطية شوية. لو سبتها كمان اكتر هتخمر اكتر. طيب انا بس عايزه ابدا بقى في الخطوات علشان خاطر اكمل، عشان خلاص كده الوقت بتاعنا تمام وخلاص وقت العجين. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بقى الخميره اللي هنخمر عليها الفايش، اللي هي زي الخميره اللي بنعملها علشان نخمر بيها العيش، زي مثلا البولش او الخميره اللي بنعملها علشان بنعمل كده كوبايه دقيق كوبايتين دقيق، بنعمل كده خميره ولما تخمر بنخمر عليها بقى بنعجن عليها باقي العجين. طيب يعني دي المرحله الثالثه في الخميره. هنجيب بقى كده نص كيلو. طبعا انا هعجن 5 كيلو، رحت جبت بقى نص كيلو من العجين من الدقيق قصدي، وهعجنهم بقى. هحط عليهم الخميره دي وهعجنهم بقى بشويه ميه تكون دافيه وبس كده. مفيش اي حاجه تاني، مش هنحط اي حاجه تاني ولا خميره فوريه ولا اي حاجه تاني. حابه ان انت تحطي بيكنج باودر في العجين علشان لما تيجي تعجني دي هتحطيه في العجين. لكن دلوقتي نعمل شويه من الدقيق اهو. وزنت نص كيلو وحطيت عليهم الخميره اللي احنا عملناها.
هنعجنهم بقى، وما تخليش العجينه ولا تخينه قوي ولا سايله قوي. سايله قوي هتلاقيها خمرت وملت الحله وبعد كده هبطت وممكن ما تعرفيلهاش. تقيله قوي برضو ممكن تاخد معاكي وقت كتير قوي، وكمان هتخلي العجين عندك برضو ياخد وقت برضو في التخمير. لكن لما تبقى معقوله ومتوسطه والعجينه حلوه كده، لا هي خفيفه ولا هي تقيله، تخمر معاكي العجين بسهوله وتبقى حلوه كده، والعجين معاكي ياخد الوقت المظبوط بتاعه بتاع التخمير. هنعجنها ونسيبها بالشكل ده. العجينه بقى دي الخميره دي هنسيبها 6 ساعات. هتعمليها وتسيبيها 6 ساعات. خمرت معاكي طبعا دي هتخمر، لان خلاص كل الخطوات اللي فاتت كانت خمرانه كويس جدا. خلاص دي اخر مرحله في التخمير، وبعد كده هتبقى مرحله العجين على طول. والعجين برضو خلي بالنا ان هو برضو بنسيبه لحد ما يختمر، وبعد كده بندخله الفرن. هنا هنعجن بقى، هتعجنيها بقى بشويه ميه على حسب كميه الدقيق اللي انت عاملاهم. زي ما قلت لك انا خدت نص كيلو، لان انا عامله 5 كيلو من الفايش، فخدت نص كيلو هعمل بيهم الخميره. طبعا تقدري تعملي كوبايه، تقدري تعملي لو هتعملي كيلو تقدري تعملي كوبايه دقيق واحده وتحطي عليها الخميره، ومش هتحتاجي ان انت تحطي ميه. زي ما قلت لكم اهي العجينه ولا هي خفيفه ولا هي تقيله. هنسيبها بقى 6 ساعات، واول لما تختمر هنكمل باقي العجين. اللي عايز يشوف بقى العجين والفيديو كامل، في فيديو كامل عن الفايش انا عاملاه من اول الخميره، هتلاقوا فيه برضو طريقه الخميره دي وكل حاجه، وهتلاقوا فيه برضو مكونات الفايش والطريقه والمقادير وكل حاجه. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. اهو انا سبت الخميره خلاص، هسيبها بقى 6 ساعات وبعد كده كنت هكمل الفاش. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ومهم ما تنسوش لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا ولو بمعلومه، وده كان الفاش بتاعنا، ما تنسوش بقى لو استفدتوا ولو بمعلومه تعملوا لنا بقى لايك وشير للفيديو عشان تشجعوني انزل فيديوهات تاني كتير. ده كان شكل الفايش. لو عايزين فيديو بالتفصيل روحوا شوفوا الفيديو هتلاقوه نزل على القناه. اشوفكم فيديو جديد.